ايه الجو الحر ده؟ حسب الله ونعم الوكيل في الرجاله في الستات في الناس كلها. طبعا بهزر، انا مش بدعي عليهم، بدعي لهم ربنا يوكل لنا امورنا جميعا وييسر لنا امورنا. بما اننا ليله جمعه، والجمعه دي اخر جمعه في شهر 7 اللي كان حر علينا، واخر جمعه اخر ايام الاسبوع. طبعا احنا طالعين مطحونين من الاسبوع ومن الشهر ومن العلاقات اللي باظت وكل الدنيا الحر دي وكده. فانا هقول لكم وصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تغضب لا تغضب لا تغضب، والمؤمن من يملك نفسه عند الغضب. فاحنا داخلين شهر 8، شهر هيبقى كله حر. فاحنا نعرف وصية النبي اللي هو قالك لا تغضب. لو انا الغضب هو جمرة من النار، فاحنا في الجو اصلا حر لوحده، مش عايزين نبقى جمرة من جمر النار. ونفتكر وصية النبي القوي المؤمن القوي من يملك نفسه عند الغضب. والقادر يطلع غيظه او غضبه وكتمه ده عند ربنا ليه فوز كبير جدا ومغفرة للذنوب. فنحتسب الامر ده واحنا طول طبعا مسلم بيتمرن طبعا في رمضان والعمرة والحج على الموضوع ده. مثلا في الصيام في رمضان بنتدرب اللي احنا نقول اللهم اني صائم لو حد شتمه او خلطه وكده. وفي الحج والعمره لا رفث ولا فسوق ولا جدال. فنعتبر نفسنا في عباده من العبادات اللي احنا اتدربنا عليها. فنفتكر نفسنا زي في الحج والعمره والصيام بنتدرب على الامور دي. فان شاء الله ندخل شهر 8 بنفس اقوى، لان انا افتكر ان انا المؤمن القوي، والمؤمن القوي احب واعظم عند الله من المؤمن الضعيف. ومن يختلط الناس ويصبر على اذاهم خير عند الله احب من المؤمن الذي لا يختلط الناس ولا يصبر على اذاهم. فتيجي بقى في حركه الشيطان يقول لك هتسكت، لا ما تسكتش، انت طول عمرك ساكت، وهيجيب لك حاجات من ايام الاهرامات. فبلاش نسمع للشيطان ونفتكر وصيه النبي اللي احنا نملك نفسنا عند الغضب، ونغير من مواضع الجسم. يعني مثلا لو انا قاعد اقف، لو انا واقف اقعد، لو انا ماشي لو انا واقف مثلا امشي. ونفتكر احنا معانا حاجات جميله قوي في الاسلام زي الوضوء. الوضوء ده بيطفئ الغضب المؤمن وبيبقى نور على نور. لو انا ماشي في الشارع ممكن ادخل اتوضى في اي مكان واجدد وضوئي واطلع. ف استمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم واحنا داخلين على شهر 8، ونحاول نصلح ذات بيننا. ونفتكر الشيطان ده موسم ليه للإيقاع بين أي اتنين. فنحاول احنا نكون المؤمن القوي الذي أحب وخير عند الله 100 مرة. السلام عليكم ورحمة الله.